عمل جماعي. إذا هنا العمل ديال المؤسسة بمعنى المجالس العلمية، لأنه احنا أي تحرك ديالنا سيكون تحرك اللي هو مضبوط، وبالتالي أي سلوك ووفق خطة يتم التشخيص بطبيعة الحال. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، هذا اللقاء الجهوي يأتي لشرح خطة العمل التي اعتمدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. ذلكم أنه لوحظ أن الوعظ والإرشاد والنصح في المساجد وغيرها كان مكثفا وكان كثيرا، ولكنه لم يؤتي ثمرته المرجوة، ولذلك وضعت هذه الخطة ليتتبعها الوعاظ والمرشدون والخطباء لتؤتي ثمرتها المرجوة، وهي تكوين المواطن والمسلم الصالح الذي يعبد الله تعالى ويتقيه، وفي نفس الوقت لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره، وإنما يكون باذلا للندى كافا للأذى، مساهما في نهضة بلده وفي تقدمها، محبا لإخوانه المسلمين، مفتاحا للخير مغلاقا للشر. الإيمان يثمر حياة طيبة أثناء اقتران السلوك الإنساني بالعمل الصالح، وبالتالي فإن دور المؤسسة العلمية هو أن توجه عموم المواطنين والمواطنات إلى الأسلوب الذي يجب أن يعتمده الناس في سلوكهم، وهذا هو محور هذا اللقاء المعنون بخطة التبليغ التي سبق للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أن اعتمدتها في دورتها الأخيرة المنعقدة خلال شهر دجنبير 2023، وبالله التوفيق. كنا الآن بصدد عقد لقاء تواصلي ينظمه، يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية سينظمها المجلس العلمي الجهوي لجهات العيون الساقية الحمراء في إطار شرح وتوضيح وتبسيط خطة التبليغ للمتدخلين من أئمة، من خطباء ووعاظ وأئمة مرشدين ومرشدات. الانطلاقة كانت بهذا اللقاء الأول الخاص بالقيم الدينيين التابعين للمجلس العلمي المحلي بالعيون، وستكون هناك لقاءات أخرى في هذا المجلس، وكذلك ستكون لقاءات في بقية المجالس الجهة إن شاء الله من أجل تبسيط وتوضيح هذه الخطة القيمة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في إطار المحاضرة التي ألقاها مجموعة من الأساتذة والخطباء والوعاظ جزاهم الله خيرا، فهي في موضوع خطة التبليغ، المفهوم وآليات التنزيل. فقد استفدنا والحمد لله أشياء كثيرة التي ستساعدنا إن شاء الله في تنمية وفي تحسين وجودة التبليغ الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. السلام عليكم ورحمة الله. تواجدنا اليوم في مقر دار الشباب لمدارسة خطة التبليغ عن الأمانة العامة لمجلس العلم الأعلى، وشهد هذا اللقاء مجموعة من القيمين الدينيين من وعاظ وخطباء وأئمة وأعضاء، وتناولنا هذه الخطة وفصل فيها المحاضر بالتفصيل لما للقيم الديني وما عليه وتنزيلها إلى أرض الواقع، وبالله التوفيق. يمكن أن لقاء تواصلي لفائدة الأئمة والخطباء والوعاظ حول خطة التبليغ، المفهوم وآليات التنزيل. هذه الخطة التي تبنتها المؤسسة العلمية من أجل تجديد وسائل الاشتغال، خصوصا في ظل مجموعة من المؤشرات المجتمعية، والتي استدعت من المؤسسة العلمية أن تغير من نهج اشتغالها بأن يكون هناك وعظ، ولكن ما يسمى بوعظ القرب،
حاولنا من خلال هذا اللقاء التواصلي أن نبين للسادة المستهدفين وهم فئة الخطباء والوعاظ والأئمة مفهوم هذه الخطة، ثم بينا مرجعيات هذه الخطة وكذلك المجالات التي ينبغي أن توظف في هذه الخطة وآليات التنزيل. بعد ذلك فتحت نقاش بين الحضور الكريم حول هذه الخطة وآلية تنزيلها، وكان النقاش مفيدا والحمد لله. الحقيقة هي الأولى التي يقيمها وينظمها المجلس العلمي المحلي للعيون، وهي ندوة نوعية تتعلق بتنزيل خطة التبليغ، وهي خطة يعني جديدة يعتمدها المجلس العلمي الأعلى، وخطة بحقيقة جديرة بمثل هذه الدورات، وإن شاء الله تعالى ستكون دورات أخرى تبين هذه الخطة التبليغ، وهي خطة في الحقيقة كانت رائعة بالشرح الذي شرحها الأستاذ الذي عرض هذه المحاضرة، وهي إن شاء الله تعالى ستأتي بأكلها بها تنزيل الخطاب الديني، وهو إن شاء الله تعالى خطاب يعني خطاب دائما خطاب وسطي ينشر التسامح ويأخذ بالمسلم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دور المجلس العلمي إن شاء الله، وسيقوم به على أكمل ما يكون، ونحن إن شاء الله أدوات في هذه الخطة إن شاء الله تعالى ننزلها على حسب استطاعتنا، نسأل الله التوفيق.